السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. في البداية بحب أشكركم على تعليقاتكم المحترمة عندنا على القناة. طبعا يا جماعه كل يوم بنجيلكم بموهبه جديده، وكل يوم بنجيلكم بفيديو جديد ونبغه جديده موجوده في السودان. السودان يا جماعه بتمتلك كميه مواهب حاجه تعدي الحدود. الكل كان مفكر ان السودانيين دول يا جماعه من الشعوب الفقيره، الشعوب اللي ما فيش عندها اي تقدم ولا تطور. ده السودان يا بسوني فيها غذاء، بقول لك تلت العالم باين ولا ايوه داليا، هي سله غذاء العالم. أيوة. هي سله غذاء العالم. أيوة. لكن احنا بنتكلم دلوقتي عن التقدم والتطور الملحوظ الثقافي اللي موجود. ده اللي اكتشفناه في السودان يا بسوني، اللي هم بلد الشعراء. انت شفت بسم الله ما شاء الله كميه الشعراء. ده خلي بالك، ده في ناس مفكره ان السودان دول شعب جاهل وما بيفهمش. أيوة. وعندهم فقر وعندهم ما يعرفوش ان السودان اصلا من الدول المتقدمه اصلا في الوطن العربي، واقتصاديا تعتبر من الدول المتقدمه. أكيد. اقتصاديا على دول كتير قوي من افريقيا. أكيد. لكن دلوقتي يا جماعه احنا معانا موهبه سودانيه خلت كل الاعلام يعني يصب الجنون بجد. حاجه كده من المواهب اللي احنا دايما بنحب نتفرج عليها وبنستمتع بيها. فهندخل مع بعض يا جماعه نتابع الفيديو وهنسيب الحكم ليكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. شكرا يا أمنية. أعتقد إنه أجمل حاجة إن إحنا بدينا بأرض الخير، وأرض الخير موجود لما يكونوا في أطفال بالإبداع والجمال ده. وأعتقد دي ممكن تكون من أجمل الفقرات. ترند حلقة اليوم 24 قيراط ركن الفنون، عازفة العود الصغيرة عمرا وكبيرة إبداع وفن، أمنية يوسف عبد السيد. أهلا ومرحبا بكم، مساء الخير عليك يا أمنية. كيفك؟ كويسة؟ تمام. إحنا دارين نسمع صوتك زي ما سمعنا صوت العود ده. كيف انت؟ كويسة؟ الحمد لله. عمرك كم؟ 7. 7 سنوات. تقري في سنة كم؟ ثالث. ثالثة. أهلا ومرحبا بك برضو سيستر هبة عوض محمد والدة أمني. أهلا ومرحبا بك وشكرا على الإبداع الجميل اللي بدأنا به فقرتنا الآن. الله يعافيك ويرحب بك، واحنا بنشكركم جدا على استضافتكم لنا ومبسوطين صراحة. والله ما عارفين نعبر عن فرحتنا كيف صراحة. يعني احنا واكيد برضو بنشكرك لانك انت بتطلعي في جيل جميل كده. أمنية بديت العود 200 في نادي الاتحاد البحراوي. في نادي الاتحاد البحراوي. لما كان عمري كم؟ 7. 7 سنوات. طيب عايزين ناخذ اكبر قدر كده من المعزوفات منك. حتعزفي لنا المرة الثانية شنو؟ يا زاهية. يا زاهية. تمام، يلا نعزف.
الكسلة دي كانت رهيبة. أمنية بديتي تتعلمي وين؟ احنا حنضطر نرفع المايك. بديتي تتعلمي وين في نادي الاتحاد البحراوي، وليكي حاسة تقريبا سنة ولا ما تميتي سنة؟ تميت سنة. تميتي سنة. طيب بتتعلمي كل كم مثلا بتمشي النادي طوالي تتعلمي، ولا عندك أيام معينة أيام الإجازة بس ولا كيف؟ أيام معايا. أيام معينة. صعب شوية العود ولا داير تركيز عشان بتعايني كده بتعايني لحركات الأصابع برضو عشان مع الأوتار وكده؟ صعب ولا أنت عشان بتحبيه وما حاسة به صعب؟ صعب. صعب، لكن أنت قدرها إن شاء الله. حتكون في مشاركات صح؟ صح. شاركتي وين أنت قبل كده؟ شاركت في مركز. في مهرجان؟ لا. في مركز في مركز؟ أي. بس. ومشيتي برضو تقريبا مرة مستشفى للأطفال أي. اللي عندهم غسيل الكلى أي. وعزفتي لهم صح؟ أي. حلو تمام. أنا لاحظت إنه أمنية طول ما بتعزف بتستميد مني قوة كده عشان تقدر تواصل. في نظرات كده أول ما تحس إنه هي ضاعت منها يعني النوت الموسيقية بتقوم بتعاين لك وبعد ذاك بتستمر. ففي هارموني كده جميل يعني. المفروض تشاركي في اكسبو دبي 2020 تمشي مع ناس بيت العود صح؟ فورينا المقطوعة حتى تعزفي علينا. تختاري شنو؟ وهذا نصيت. وهذا نصيت. وحياة أيوة نصيت. دي حاجة جات مفاجأة طبعا ما كانت تحت الهواء. حنسمعها. احنا تحت الهواء كان قالوا لنا حاجة تانية، لكن اللي اخترتيها انت طوالي تعزفيها. شفتي انا بتعجبني القفله الاخيره دي كده بكل ثقه بتعمليها. العود ده صناعه سودانيه صح؟ احكي لنا قصته. الهداوي لك منو؟ خالد عزوز. بيت العود؟ خالد عزوز. خالد عزوز من بيت العود. ودي اللي حنختم بيها، لكن حتختمي لنا بنصير شمد اللي هو مؤسس بيت العود السوداني. اي لازم تعمل علينا. تمام. انت لما تكبري حتواصلي في العود ولا حتعملي آلة ثانيه؟ حواصل في العود. حتواصلي في العود؟ حتغني؟ اي. بتسمعينا اغنيه طيب؟ ما في؟ لا. انه ما شاء الله أمنية صغيرة عمر، لكن ما شاء الله إبداعها جميل. حنسمع جداريات الحياة. جدارية الحياة لنصر شمة دي. طب خليني أنا أختم يا أمنية الحلقة بعدين نختم بك لأنه أنت أجمل مني أنا. تمام. شكرا لكل الناس اللي تابعت حلقة اليوم من 24 قيراط. إن شاء الله وفقنا في اختيار ترند اليوم المرحلة الجامعية التحديات والصعوبات، وكان الختام من ركن الفنون مع عازفة العود الجميلة أمنية ووالدتها اللي دعمها بكل الحب سيستر هبة عوض محمد. وحنختم بك يا أمنية، ونحن شاكرين جدا لوجودك الليلة ولأنك أنت أضفتي للمكان طعم مختلف وأكيد فرحة كده جميلة. شكرا لك. المرة الجاية حتغني. تمام؟ خلاص يلا نسمع.
طبعا يا حضرات هي دي احد المواهب العملاقه اللي موجوده في السودان. خلي بالكم ودي موهبه واحده بس، احنا ما اتكلمناش على بقيه المواهب. ان شاء الله احنا جايبين لكم موسوعه مواهب الفتره اللي جايه دي يا جماعه. حاجه كده يعني. بص شفت الذهب اللي انت بتفضل تدور عليه في قلب الجبل كده علشان تطلعه؟ احنا بقى يا جماعه دورنا لكم في قلب الجبل على شويه المواهب الجامدين دول، وهنعرض عليكم مواهب كتير موجوده في السودان علشان نعرف الناس السودان مش دوله صغيره ولا دوله فقيره زي ما الناس كلها بتقول. لا، السودان من الدول العظيمه اللي الواحد بيفتخر ان هو بيتكلم عن السودان ويشوف اصلا حقيقه السودان على طبيعتها. فطبعا ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.